خبر صادم يهز قلوب عشاق الخضر وعشاق الكرة الإفريقية عموما. نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي يتلقى ضربة موجعة تبعده رسميا عن الميادين وتضع حدا لطموحاته في كأس إفريقيا وكأس العرب القادمة. شاهد معنا التفاصيل. قبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. ترسم غياب نجم الخضر يوسف بلايلي عن نهائيات كأس إفريقيا لعام 2025 وكأس العرب في الفترة نفسها، وذلك بسبب إصابة خطيرة على مستوى الركبة اليمنى. وقد اضطر بلايلي إلى مغادرة داربي تونس أمس الأحد بين ناديه الترجي والإفريقي بعد مرور 21 دقيقة فقط من صافرة البداية، متأثرا بإصابته المؤلمة. وحسب ما أورده موقع موزاييك التونسي، فإن نتائج الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي لم تكن مطمئنة، حيث أظهرت إصابته بتمزق على مستوى الأربطة المتقاطعة للركبة، وهي من أكثر الإصابات تعقيدا في عالم كرة القدم. وأكد المصدر ذاته أن فترة غياب بلايلي ستصل إلى نحو 6 أشهر كاملة، ما يعني خروجه رسميا من حسابات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في كأس الأمم الإفريقية وكذلك في كأس العرب القادمة. ويبقى أمل ابن مدينة الباهية ضئيلا جدا في اللحاق بنهائيات كأس العالم 2026 المقررة ما بين 11 من شهر جوان وال21 من شهر جويلية من العام نفسه، نظرا لطبيعة الإصابة التي تتطلب وقتا طويلا من العلاج والتأهيل. يشار إلى أن المنتخب الأول سيخوض منافسات الكان بالمغرب ما بين 21 من ديسمبر 2025 و18 من جانفي 2026، في حين سيشارك المنتخب الرديف في كأس العرب بقطر من الأول إلى 18 من ديسمبر 2025. في الختام، ما رأيكم في هذا الخبر الحزين؟ وهل ترون أن بلايلي سيتمكن من العودة بنفس البريق بعد التعافي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.